بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى. النهارده هنعمل ايه يا حلوين؟ هنعمل الجبنه التشيدر المستورده. بجد انا رايحه اجيب جبنه تشيدر، جالي ذهول على سعرها. يعني لما انا اروح اجيب جبنه تشيدر يقول لي بس في ب 600 وفي ب 700، فانا جالي ذهول. طب وليه الاستغلال وليه الاوفر ده وليه السعر ده؟ الله اعلم. بحيث بقى ان انا طلعت عملت في حدود كيلو ونص، هنوزن في الاخر كيلو ونص جبنه تشيدر، كلفتنا 200 جنيه فقط لا غير، ووفرنا 400 جنيه واكتر كمان من 400 جنيه. انا بكلمكم على كيلو، انا عملتها كيلو ونص بعد بحث وهنا 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 طلعت لكم بجد الجبنه التشيدر اللي لا يمكن هتفرقوها عن المستورده. بجد والله حاجه خيال. اللي هيجرب الوصفه بتاعتي بجد بجد هيدعي لي من هنا للسنه الجايه. جبنه تشيدر بجد بيرفكت، طعمها يجنن، تحفه. بصوا بقى عملناها، بصوا شكلها عامل ازاي الاول، بصوا ما شاء الله، تحفه تحفه. ولا حطينا عليها الوان صناعيه ولا عملنا فيها اي حاجه خالص، كله طبيعي 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 وبخامات عاليه جدا. واستخدمنا فيها بالظبط 200 جرام جبنه تشيدر اللي احنا اشتريناها وحطيناها على المكونات بتاعتنا. بصوا بقى الجمال، تحفه. هنروح للمقادير. معايا لتر حليب فقط لا غير، ومعايا كوبايه كبيره اللي هي كوبايه الشاي نشا، ونقلب الحليب مع النشا كويس جدا 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 لغاية ما يدوبوا مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنروح للبوتاجاز، وايدينا ما تتشالش من على النار. تمام، ايدينا ما تتشالش من على ايه، من على النار. نار عالية جدا جدا. هنبدأ نقلب لغاية ما تتماسك معانا وتمسك كويس جدا معانا. نبدأ نقلل النار. تمام، معلقة لبن بودرة دي اختياري، للي عايز يحطها يحطها، اللي عايز ما يحطهاش مفيش اي مشكلة. بس المقادير اللي جاية كلها إجباري. تمام، حطينا على اللتر الحليب معلقة لبن بودرة، بدأنا إن احنا نقلب كويس جدا جدا جدا. وبعد كده قبل ما يبدأ يتماسك حطينا 150 جرام زبدة. أوكي، 150 جرام زبدة نيوزيلندي. أهم حاجة تكون جودة الزبدة عالية جدا، تمام، عشان تطلع لنا التيست العالي بتاع الجبنة التشيدر اللي احنا بنشتريها من بره. تمام، اللي هي المستوردة مش المصري. تمام، هنبدأ نحط 200 جرام جبنة التشيدر. بعد ما تماسك معانا الخليط بدأنا ان احنا نقلل النار كويس جدا، وايدينا مش هتتشال من الجبنة تماما. تماما هنبدأ احنا ان احنا نقلب كويس جدا 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 لغاية ما كل المكونات تتماسك مع بعض وما يكونش باين اي حاجة خالص. اخر حاجة هننزل بيها 150 جرام جبنة موتزاريلا. تمام، هنبدأ ان احنا نقلب كويس جدا لغاية برضو ما المكونات تتماسك معانا على نار يعني هادية جدًا، 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 زي نار اللي إحنا بنسوي عليها الفول المدمس. تمام، اللي هي بيقولوا عليها النار اللي هي الشمعة. هنبدأ إن إحنا نقلِّب كويس جدًا لغاية ما المكونات كلّها تتماسك وتبقى بتمُط معايا كده. آخر حاجة هانزل بيها معلقة صغيّرة ملح، اللي عايزها كده تمام، واللي عايز يملّحها حاجة بسيطة تمام. مش هتدّينا ملح عالية، مش هيكون مملّحة، مش هيبان فيها الملح عمومًا. تمام، هنبدأ إن إحنا نقلِّب وكده خلاص تماسكت والقوام يجنن. واو بجد، شكلها تحفة، خيال خيال يا جماعة بجد بجد. والله اقسم لكم بالله العلي العظيم، بجد انتوا وفرتوا اكتر من 400 جنيه في الكيلو. تمام، هابدأ إن أنا أحطها على الميزان. علبة بلاستيك نضيفة كويس جدًا، لانش بوكس، أي لانش بوكس عندِك يكون نضيف جدًا ما فيهوش ولا نقطة مَيّة. وبعد كده نجيب بقى الجبنة بتاعتنا ننزل بيها في العلبة بتاعتنا، أي علبة. بصوا ما شاء الله، شفتوا الميزان طلع لنا كام؟ يعني كيلو ونص. أوكي، هابدأ إن أنا أغطيها بستريتش راب وبعد كده أدخلها التلاجة. يستحسن إن أنتِ تسيبيها يوم كامل. أنا طبعًا ما صبرتش عليها ساعتين وطلعتها. تمام، لو طلعتيها بعد يوم كامل هتعرفي تقطعيها كويس جدًا ترانشات كويس جدًا، مش هيتقطع معاكِ أي حاجة. هابدأ إن أنا خلاص بعد ما سِبتها ساعتين في التلاجة هابدأ إن أنا أقلبها، وطلعت بالجمال ده، ولا حطينا فيها لون ولا عملنا فيها أي حاجة، وكلّه طبيعي مليون في المِيّة. والله، والله، والله كمان مرّة الوصفة كلّفتني كلّها على بعضها 200 جنيه فقط لا غير. يعني إحنا وفّرنا أكتر من 400 جنيه. احسبوها، أنا قُلت لكم الكيلو ب600 وفي أماكن تانية بتبيعه ب700، فاحسبوا أنتم وفّرتوا قد إيه. تمام، كيلو ونُص طلعناه بالشكل اللي يجنن ده، تحفة. يا لهوي بقى على جمالها، يا لهوي على جمالها، تجنن تجنن تجنن. بصوا بقى هبدأ ان انا اقطعها اول بقى. يعني انا ايدي ما شاء الله مش عايزه اقول لكم، يعني انا ايدي في التقطيع ملهاش حل، يعني مشكله مشكله. انا هبدأ ان انا اقطع بقى الشرايح دي كلها. انا هوريها لكم، هدخلها في الميكروويف عشان هنشوفها هي هتعمل ايه في الميكروويف، هتسيح معانا ولا لا. بصوا الجمال، يا لهوي يا لهوي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تجنن تجنن بجد. هابدأ إن أنا أقطّعها بقى وهنخزّنها إزاي، هاورّيكم إحنا هنخزّنها إزاي.
بصوا ما شاء الله تحفه. بدات ان انا ادهن السكينه بتاعتي زيت عشان اعرف اقطع القطعه تكون سليمه معانا، وهاخد دول حطيتهم في الميكرويف وسيحتهم. بصوا بقى المطه، يعني انا سايبه لكم الحكم، انا سايبه ليكم الحكم. ما شاء الله تجنن، تحفه تحفه تحفه. بدات ان انا اقطعها، حطيت عليها شويه صوص كده، صوص البرجر، وبدات ان انا اكلها. كان طعمها يجنن بقى، بجد طعمها تحفه. هبدا ان انا بقى اقطعها عشان هبدا ان انا اوريكم هنخزنها ازاي. تمام. عندي اهم حاجه التخزين، هوريهولكوا ازاي لازم تخزنه بنفس الطريقه اللي انا هخزن بيها بالظبط. ما شاء الله بصوا القطعه عامله ازاي يا جماعه، يعني هي بتتكلم لوحدها. بصراحة الجبنة بتتكلم لوحدها. جبنة شيدر مستوردة مليون في المية لا طبعا هي مصرية مليون في المية، بس بجد بطعم المستوردة وأحسن كتير كتير كتير. والله بجد الوصفة هتعجبكم جدا. هنبدأ بقى إن احنا نخزنها. هنجيب كيس بلاستيك بين كل قطعة جبنة وكل، بين كل قطعة وقطعة لازم نحط كيس بلاستيك. تمام. خلاص كيسناها وهنحطها بقى في الفريزر. وقت ما احنا نطلعها تمام، وقت ما تستخدميها استخدميها بقى في خلية النحل، استخدميها في البيتزا، استخدميها في المعجنات، استخدميها في اي حاجة، في الساندوتشات، في اللانش بوكس. خيال. خيال. بجد جربوا الوصفة، وكل اللي هيجرب الوصفة هيدعي لي كتير. بص ما شاء الله المنظر. يلا تعالوا ندعي شوية. اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. ما تجيبوش حاجة من بره خالص. افضلوا اعملوا سيرش على اي وصفة عشان تطلعوا النتيجة بتاعتها. ما تفكروش تشتروا حاجة تاني من بره تماما تماما، وتعملوا كل حاجة في بيوتكم وتطلع احسن كتير 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 من الجاهزة. يلا بقى بدأت ان انا اقطع لكم اخر شوية دول اللي انا هعمل بيهم خلية النحل، وهوريكم خلية النحل بقى بالجبنة التشيدر عاملة ازاي. بجد خيال. يلا نروح نوزنهم بعد ما خلصناهم، وادي الطبق اللي هعمل بيه خلية النحل. اخر حاجة هقولها لكم، باي باي.